قصة لعنة توت عنخ آمون. يوفي في بداية الأمر أن نقول أن الملك توت عنخ آمون هو ملك مصري قديم حكمت البلاد قبل أكثر من 3000 عام، ونعرف عنه قلة المعلومات نظرا لأن اسمه كان مكتوبا بأحرف غير عربية، فلم يجد الكثير منا ترجمته إلى اللغة العربية، ولم يكتب عنه الكثير من المخطوطات أيضا. لكن المؤكد من تاريخ هذا الملك أنه حكم البلاد منذ أكثر من 3000 عام، وتوفي وهو ابن 19 عاما. ورغم قلة المعلومات عنه، إلا أن هناك رواية مصرية شائعة تحكي عن وجود لعنة قديمة على أي شخص يحاول اكتشاف أو فك شفرات التوابيت الملكية، والتي تقول العصابة إن صاحبها سحر التوابع لن يتمكن من النوم ليلة واحدة دون رؤيته في أحلامه. فقد سبق أن طالت إحدى التوابيت الملكيتين وهما تابوتي توت عنخ آمون ونفرتيتي، وبحث كبير تم في عام 1922 عن طريق عالم الآثار الذي لم يعزى، وعندما وجد تابوت الملك توت عنخ آمون بدأ شكره وفسر بعض الحروف والرموز الموجودة عليه، وظل العالم الذي عزى يتوسل لأي آلهة مصرية لكي تيسر أمره وتساعده في فك الشفرات، لكنه توفي بعد عامين من البحث دون أن يتمكن من فك الشفرات. ويقال إنه ظهر في المنام لجناسيا 3 مرات بعد وفاته، وطلب منه إعادة دفن تابوته في آرامه التي وجدت بها، وإلا فإنه سيظل ملعونا حتى مماته. فمن هنا بدأت الشائعات في التواتر، والتوت عنخ آمون يقال إنه ظهر في أحلام من راقبوا التابوت ليلة كاملة، ويبشرهم بأنه سيكشف سر التابوت خلال 7 سنوات. فهل هي لعنة أم نبوءة؟ هذا ما سنكتشفه معا في حلقة اليوم. وقد نقلت هذه القصة إلى روايات مصرية، وأيضا صورت بطريقة ما أحداثها في فيلم وثائقي عرض على قناة التاريخ في شهر أكتوبر عام 2016. وقصة لعنة توت عنخ آمون لم تنتهي عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد أن شخصا يدعى أندروليناس، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بتشييد مقبرة توت عنخ آمون، توفي غرقا في النيل، وكان من المفترض أن يكون قد توفي في الحال، لكنه توفي بعد 8 أيام وهو فاقد الوعي، وفي تمام الساعة 9 مساء، وكان يوم وفاته نفس اليوم الذي عثر فيه على تابوت الملك توت عنخ آمون. هل مجرد صدفة أم لعنة؟ هذا ما سنكتشفه معا في حلقة اليوم. معلومة إضافية: يوفي في نهاية الأمر أن نقول إن عالم الآثار الذي قاد البحث عن التوابيت الملكيتين كان يعزى، وقد ولد في إيطاليا عام 1876 وتوفي في مصر عام 1924، ودفن في إحدى الكنائس الأقباطية في مصر. حلقة اليوم. هل ننتهي هنا؟ بالطبع لا. انضموا الآن لقناة التيتونغ جي لكي لا تفوتوا حلقتكم. حكاية لعنة توت عنخ آمون. يوفي الملك توت عنخ آمون، ويوفي هو رابع ملوك الأسرة السادسة وآخر الأسرة التي حكمت مصر القديمة، وآخر ملوك هذه الأسرة هم أمنهوتب III الذي توفي عام 1420 قبل الميلاد، وتوت عنخ آمون الذي تولى العرش بعد والده أحمس الثالث وهو ابن أخته نفرتيتي، وقد كان اسمه عند اليونان توريس، وتوفي عام 1622 قبل الميلاد. لكن حكاية اليوم عن أخيه سمنكارع، وهو من أكثر ملوك الأسرة السادسة غموضا، حيث توفي عام 1150 قبل الميلاد، ولم ينسب إليه أي أبناء، ومع ذلك توفي الملك توت عنخ آمون دون أن ينجب أي أبناء أيضا، وكان عمره وقت وفاته حوالي 19 عاما فقط. ولكن قبل أن نستكمل حكاية الملك، دعاني الشيطان نفسه ليعذبني لأني أحدث الناس عن عظمة أخيه سمنكارع، وذلك حين قالوا أنه لم يكن له أي أولاد، فلعنهم الشيطان بقوله: لعن توت عنخ آمون فليتحول إلى عظم النمل. وهكذا تحول جميع أولاده إلى عظم النمل، واستمر ذلك اللعن لهم ولآلهم إلى أن جاء أخوه سمنكارع الذي لم يكن له أولاد، وفقا لما ذكره المصري إكسويدجيا الألمانية السيدة ريتشاردز.
وقد نقل لنا هذا الخرافة عن الملك توت عنخ آمون واللصية المصرية الساحرة نفرتيتي، حيث قالت إن توت عنخ آمون توفي قبل أن يبلغ سن البلوغ، ونسب لملكه الساحرات اللاتي هتان، وبخاصة نفرتيتي التي يقدر أن توفي منذ مدة طويلة قبل وفاة الملك توت عنخ آمون. ولكن بعض الساحرات اللاتي هان نقلن أنه توفي بسبب تعويذة سحرية خاطئة منهن، فلعنته ونسبت اللعنة إليه. ولكنني أخبركم أن الملك توت عنخ آمون كان يعالج مرضا خطيرا في ذلك الوقت، وكان يعالج من أجل علاجه الساحرات اللاتي هتان، ومن المحتمل جدا أنه توفي بسبب تلك